لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم فصامه، وأمر الناس بصيامه. حتى قال ابن عباس رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا يوم عاشوراء، يوم عظيم يستحب صيامه. يقول عليه الصلاة والسلام صيام يوم عاشوراء إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. إن صمت هذا اليوم نلت الأجر كاملا، وإن أحببت فصم يوما قبله. قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مخالفة لليهود.